في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن شخصية غيرت مفهوم الطب من شخص مصري بسيط إلى واحد من أعظم جراحي القلب في العالم. مجدي يعقوب مش مجرد دكتور عادي، ده رمز للإبداع، أنقذ آلاف الأرواح بشغفه المستمر. في الحلقة دي هنستعرض قصة حياة ملك القلوب الدكتور مجدي يعقوب. السلام عليكم. ولد الدكتور مجدي يعقوب في 16 نوفمبر عام 1935. ولد الدكتور مجدي يعقوب في محافظة الشرقية تحديدا بالبيس، لعائلة مسيحية قبطية، وكان والده جراح وده أثر على شغفه بالطب، واللي شجعه على دراسة جراحة القلب هو سبب وفاة عمته بسبب تضيق شرايين القلب. درس الدكتور مجدي يعقوب الطب في جامعة القاهرة، وحصل على البكالوريوس في الطب والجراحة عام 1957. وفي عام 1962 قرر دكتور مجدي يعقوب أن يسافر إلى بريطانيا لاستكمال دراسته، وتحديدا في مجال جراحة القلب. درس في جامعة شيكاغو ثم في بريطانيا، والتحق بمستشفى الصدر بلندن. وبعد ما حصل الدكتور مجدي يعقوب على التدريب المتخصص في جراحة القلب، بدأ إنه يشتغل في العديد من المستشفيات، وأصبح واحد من أشهر جراحي القلب في العالم. اكتسب خبرة كبيرة في عملية زراعة القلب، وعام 1967 قام الدكتور مجدي يعقوب بعمل أول عملية تغيير شريان في القلب، ليكون واحد من أفضل الأطباء في هذا المجال. وفي فترة السبعينات والثمانينات بدأ في تطوير تقنيات لعمليات زراعة القلب. كم عملية زراعة قلب حضرتك عملتها؟ حوالي 4000. 4000. وصحيح في عملية زراعة قلب شلت القلب أو استأصلت القلب المزروع بعد ما قلب المريض رجع تاني الطبيعي؟ ايوه، ودي بنعملها دلوقتي بالقلب الصناعي. انما عشان لما يكون في اطفال صغيره جدا، احنا ادينا طفله قلبين وحطيناهم جنب بعض، وبعدين لما جالها مضاعفات في المسابقه قلبها بقى كويس شلنا القلب اللي حطيناه، ودلوقتي عندها اطفال هي نفسها. يا سلام. وطبيعي لان وقفنا المضادات للرفض. فدي زراعة القلب مهمة جدا جدا جدا، لأنها هبة الحياة، ودي محطوطة في الدستور في لجنة ال50 قلنا عليها زراعة الأعضاء والأنسجة هي هبة الحياة وواجب على كل مواطن. ودي هنا نقطة مهمة، ما زالت زراعة الأعضاء في مصر يعني تراوح نفسها باللغة العربية كده بس معقدة شوية. يعني المجتمع بيقبل زراعة الأعضاء من المتوفين، أو عفوا من الأحياء. واحد ياخد كلية من حد، واحد ياخد قرنية، لكن من المتوفين ده لسه عندنا فيه مشكلة، أو من حديث الوفاة لسه عندنا فيه مشكلة. في الوقت الحاضر في يعني زي طفرة عايزين ندخل زراعة الأعضاء، والحكومة مهتمة جدا بكل الوزارات، والرئيس نفسه مهتم بالموضوع ده. وبعدين مجلس العلماء اللي هو مجلس استشاري للرئيس بيشتغل جامد جدا عشان نقدر نوصل البلد لهذا الموضوع. وعمل عمليات جراحة قلب كتير جدا وأنقذ حياة آلاف الأشخاص، حيث أطلق عليه لقب ملك القلوب. أحد أهم إنجازاته إنه بيقوم بعمليات زراعة قلب الأطفال، وكان بيقوم بعمليات معقدة للأطفال الرضع الذين ولدوا بتشوهات خلقية، والتشوهات دي كانت في القلب. وعام 1980 أجرى أول عملية زراعة قلب في بريطانيا. وفي عام 2008 أسس دكتور مجدي يعقوب مؤسسة لعلاج أمراض القلب بالمجان، وكانت المؤسسة دي في مصر تحديدا في أسوان. أحب أعرف من حضرتك إشمعنى أسوان؟ أسوان هي فكرة بقالها مدة طويلة جدا، لأنها حتة نجلكتد. الأطفال هنا كانوا زمان لما كنت بروح القاهرة أعمل عمليات هناك بيوصلوا القاهرة في حالة ميوتة.
So it really is a deserving area. بيبقوا that's number exhausted one. يعني جايين exhausted من الرحلة. So I've always felt ان they have the right يعني انهم يكون علاج على اعلى مستوى في بلدهم، بس مش اسوان لوحدها والصعيد كله. So that was the main reason نروح على اخر حتة في الصعيد اللي الناس محتاجة جدا للمساعدة. وكانت تهدف المؤسسة إلى تقديم الرعاية الطبية لمرضى القلب، وتعمل على تدريب جيل جديد من الأطباء في جراحة القلب. دكتور مجدي يعقوب حصل على العديد من الإنجازات والتكريمات، منها وسام فارس في بريطانيا عام 1922 وجائزة مؤسسة لوريال، وتم تكريمه في مصر عدة مرات، حيث حصل على وسام النيل عام 2011 وده أعلى وسام في مصر. على الرغم من إنجازاته الضخمة إلا أنه شخص متواضع جدا، وأصبح قدوة للكثير من الأطباء، وفي عمليات كتير تنسب إليه وباسمه، حيث ترك بصمة في عالم الطب لا تنسى ولا تمحى حتى الآن. وكده انتهت قصتنا النهاردة. أتمنى أن القصة عجبتكم. في النهاية متنساش تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. أشوفكم في فيديو جديد وقصة جديدة. في أمان الله. السلام عليكم.